واهلا بيكم من جديد في رحلتنا، رحله الصحه والسعاده، وفي المحطه الثانيه اللي دكتور احمد بيقول لنا اسعد جسمك بالغذاء. بالظبط. الاول يا دكتور احنا اتفقنا ان احنا اللي بياكل يتخن دي هنقطع الورقه، صح؟ مظبوط. طيب تمام، هنقطعها بس. ماشي ماشي. اسعد جسمنا بالغذاء ازاي بقى؟ اول حاجه احنا الجسم بتاعنا عامل زي المصنع. تمام. مصنع بلت ان، يعني انت كده كده مولود بيه. تمام. المصنع ده فيه بقى عمليات حرق بتحصل جوه المصنع ده، تتضمن لا اما عمليات حرق بتحصل في العضلات لا اما في الاعضاء الحيويه، فبالتالي انت محتاج بعض المواد الخام عشان تديك الطاقه اللازمه لعمليات الحرق اللي بتحصل داخل المصنع ده. عناصر التغذيه بتدينا طاقه، الطاقه دي بتتقسم لجزء اثناء الراحه وجزء اثناء النشاط. تمام. الطاقه اللي احنا عايزينها اثناء الراحه بتسميها معدل الحرق الاساسي اثناء الراحه، او بالانجليزي اسمها البيزل ميتابوليك ريت. تمام. البيزل ميتابوليك ريت ده حتى لو حد خد باله عمل انبادي قبل كده بيبقى مكتوب في رقم في الانبادي كده حاجه اسمها البي ام ار. رقم بي ام ار ده معدل الحرق الاساسي اثناء الراحه. يعني حضرتك حتى لو ما عملتش اي نشاط، حتى لو انت نايم بتحرق طاقه. الطاقه دي احنا محتاجينها عشان الوظائف الحيويه اللي في جسمي تشتغل بشكل سليم، زي القلب، زي المخ، زي الكبد، زي الكلى، زي الرئه. كل الوظائف الحيويه دي عشان تشتغل بشكل سليم، عشان ما يحصلش تاثير سلبي على جسمك، محتاج الطاقه اللي اسمها البيزل ميتابوليك ريت. طب دي قد ايه يعني؟ ربع الطاقه اللي بتحتاج الجسم كله ولا ايه؟ ممكن نقدرها تقريبا 75% من احتياجات الجسم. يعني 75% عشان المصنع يشتغل. طب بالزبط. حلو. يعني انا اوريدي بقى اللي هو نظام بقى ايه، انا خلاص انا مش هاخد اكل واقعد بقى مش مهم اروح مش عارفه فين، ده اوريدي انا كده باجي على جسمي على قطع عنه ميه وقطع عنه كهرباء. بالظبط كده. طيب تمام. المواد الخام بقى يا دكتور ارجوك ما تكلمنيش بقى عن الدهون والحاجات المؤذيه بقى والكربوهيدرات والحاجات اللي بتاذينا دي يا دكتور مفضل. اديني كوكو. لا البروتين حلو. اديني في الكوكو. تمام. لا هو طبعا احنا عناصر الغذاء بتاعتنا بتبقى عناصر كبيره وعناصر صغيره. تمام. العناصر الكبيره عندنا هو الكارب والفات والبروتين. معظم السمعه السيئه جدا ان لا ابعد عن الكارب، ما تدينيش عيش، بلاش رز، بلاش مكرونه. طبعا الكلام ده هنتكلم ان هو لا سيء جدا، لان من اهم عناصر الطاقه اللي هي الكربوهيدرات. تاني حاجه عندي من عناصر الطاقه بتاعتي اللي هي الدهون. تمام. الدهون طالع برضو عليها من اسوأ الحاجات اللي طالع عليها سمعه سيئه جدا. بلاش دهون عشان تخسسني. دهون الشريره على طول، لازم دهون شريره. بالظبط. او بقى التطرف للناحيه الثانيه خالص بقى، الناس الكيتو اللي بتضرب دهون بس يعني. فطبعا ده غلط وده غلط، التطرف في اي حاجه غلط، لكن الاعتدال وان انت تاكل حاجه بشكل مناسب ده افضل حاجه، عشان لان حتى الدهون ليها وظائف حيويه وبتصنع بعض الهرمونات وتصنع وليها بعض الفانكشنال، يعني ليها حاجه وظيفيه مش مجرد بس بتبقى مصدر للطاقه. اخر حاجه طبعا البروتين اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنه، احنا بناكل كوكو بس تقريبا. غير الرياضيين بقى ايه، خش بقى على ايه، الصدور، خش على التونه، خش على مش عارف اللي هو شوفان بكميات كبيره. طبعا الكلام ده مش صح خالص، لازم ناخد بروتين بكميات مناسبه. البروتينات مهمه بس لازم تاخد بنسبه كويسه عشان ما تضرش. يا دكتور احنا عندنا انطباع ان انا هقعد العضله على رجلي واقعد اكلها بروتين بتبني يعني الدايت ده يا جماعه بروتين دايت ليه بيبني عضلات، بيحسسني ان هي بقى خلاص لحد السوبر هيرو. بالظبط. افضل ادي. طب ده تاثير بيأثر كويس ولا عادي؟ طبعا كتره البروتين ده بيحمل حمل اكتر على الكبد، حمل اكتر على الكلى، وطبعا هيبدا يخش في مشاكل سلبيه. وكتير من الحالات اللي احنا شفناها في الجيم بتخش بعد الشر عننا ربنا يعافينا في حاجه اسمها اكيوت رينال فيلير، او اللي هو يعني بدايه لفشل كلوي بسيط بتحصل نتيجه زياده البروتين، فتبدا انزيمات الكلى تبدا تزيد معايا. طبعا احنا هنتكلم في حلقه مخصوصه عن المخاطر عشان نفهم المخاطر ايه بالظبط ونتجنبها. لكن خليني اسالك برضه عشان موضوع الميه طبعا. حلو. ايه حكايه الميه؟ مش عارفه ايه 5 حسبه كده كبيره، وليه كل الميه دي؟ طيب الجسم محتاجها في ايه بقى؟ اول حاجه هو اصلا جسم الانسان بيتكون من حوالي تقريبا من 40 ل 70% من محتوى جسمك ميه. تمام. وفي مثل طبعا شهير اسمه ايه، الدم عمره ما يبقى ميه. احنا عايزين نقول ان تقريبا ممكن يوصل ل 80 او 90% من محتوى الدم عباره عن ميه. طيب ده بالنسبه لتكوين الجسم. تاني حاجه الميه دي من اهم عناصر التغذيه اللي بتساعد على الحرق. احنا واحنا صغيرين كنا بيقول لك في الكيمياء لازم يكون اي تفاعل كيميائي في بيئه محيطه، الميديا بنسميها الميديا. فاي اي تفاعل كيميائي محتاج ميديا. فالتفاعلات الكيميائيه او عايزين نقول نبسطها بشكل ابسط، العمليات الحرق اللي بتحصل جوه جسمي دي عباره عن تفاعلات كيميائيه، سواء حرق كارب او فات او بروتين لانتاج الطاقه. الحاجات دي محتاجه ميديا، الميديا بتاعتها بتبقى الميه.
فوجود الميه مرتبط بالحرق، مرتبط بالوظائف الحيويه في جسمك، مرتبط بتنظيف الكلى، مرتبط بتنظيف الكبد، مرتبط بوظيفه القلب، مرتبط بالمخ. فبالتالي كل الاعضاء الحيويه اللي احنا قلنا عليها دي لو من غير ميه ممكن يحصل لا قدر الله فشل في اي عضو من الاعضاء. يعني موضوع الميه ده كده من الاخر، عارف انت اما الميه تبقى قاطعه في بيتكو بتبقى مش طايق نفسك، مش موضوع ان انت عطشان، لا يعني طبعا ست البيت اللي سمعانا فاهمه الكلام ده. طبعا يعني مفيش غسيل، مفيش مواعين، يعني مفيش حاجه خلاص.